الافطار والاجهار بالافطار، مقاهي مفتوحه في النهار في شهر رمضان، مطاعم، استقبال للزبائن، واحتكار في الاسعار. اليوم كي نشوفوا تونس هكا، بينما نقارنوها بدول الشقيقه الجزائر، ليبيا، المغرب، موريتانيا، ما فماش الشيء هذا. علاش بلادنا ولات هكا؟ شو نقول لك، والله عيب. انا توا بالنسبه توا قداش 10 سنين، توا 10 سنين تبدلت تونس بالكدا، 10 سنين. اذا كان باش نحكيو دينيا نجموا نسكروا الموضوع في كلمتين، اللي هو الافطار حرام، الصيام من الاركان الاسلام الخمسه، يعني لازم تصوم. اذا كان تخالف هذا معناها ممكن خرجت على الدين. حرام برشا، هذا حرام كبير يتسمع في تونس، ولازمنا نحاولوا كيش نحيوا الظهر هذايا حتى قدام ربي نهار اخر شو نتحاسبوا عليها. هذايا اكيد الكل كي يضعف الوازع الديني هذاك فهمتني عند الشخص، يولي ما عادش على باله سواء يسيم ما يسيم، يفطر في رمضان ما يفطرش، ما على بالوش فهمتني. يولي اي حاجه ماهوش ركبت له عليها باش يعملها، ولا مش حاس روحه اونفي باش يعملها معناها يفطر في رمضان عادي على الاخر. يوم يعمل في كل شيء في رمضان، مش جيست فاطرينك. حكينا على هذا، لكن ثم معاصي اخرى قاعده تصير للاسف. لك انا هما يفطروا في رمضان ويعملوا في كل شيء فهمتني، كل شيء موجود لان في رمضان كل شيء موجود فهمتني. الله غالب الثقافه التونسيه كيكه فهمتني، الله غالب نحن شعب مشي استانس فهمتني بالموضوع نتاع انك ما تنجمش تتمسك بدينك في بلاد كيما تونس. كل شيء يكتب ان نحن وين نصوروا تويك شارع حبيب بورقيبه العاصمه كلها بيران، شارع حبيب بورقيبه فهمتني، يمين ويسار فهمتني، هاو الباهي من هنا، هاو افريقيا من هنا، هاو ابو ناوس من هنا، كل ورود مرسي رود مرسي فهمتني، كلها بيران. نحن نصوروا في بلاصه يمين ويسار بيران فهمتني. معناها حتى السؤال تسال فيه انت فيه فهمتني، تسال فيه عباره قدام بار فاهم ولا؟ انا جيت في نقطه سوداء حسب كلامك. شفت المعادله كيفاش فهمتني. معناها حتى السؤال اللي انت تطرح فيه ولا انا باش نجاوبك عليه في بلاصه فهمتني ولا فيها بيران على اليمين وعلى اليسار فهمتني. العباد كي تفطر معناتها بالسرقه، فما ناس معناتها الغالب مرضى قهاوي تبدا مسكره، واحد يدخل بالسرقه فهمتني، ما نفتنوش به. تو ولات معناتها جار في النهار، معناتها عيب 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 عيب. تقولش علينا عايشين البرة، يعني همجيه ولات فينا معناتها. تقولش علينا مش تونس ماهيش بلاد مسلمه، يعني رمضان مش رمضان، مش نحس بيه رمضان. تو عباد تكيف البرة، عباد همجيه، برشا حاجات بصراحه تبدلت تونس على قبل، بدلت تونس، ما عادش تونس كما كنا نعيشوا فيها قبل. حتى في الدين ربي قال وان عصيتم فاستتروا. اليوم حتى الستره تكاد تكون معدومه. شنو اللي يخلي شاب تونسي يتباهى انه يتكيف في الكياس، يعمل سيجاره او ياكل او يدخل مقهى؟ الجرأه هذه، هل هو بعد من الدين؟ هل هو قله تربيه؟ كيفاش تفسروا؟ انا نقول قله تربيه، على خاطر الدين بعد على الدين، زاده بعد على الدين وقله تربيه، على خاطر احنا ديننا الاسلام. تونس ما كانتش قبل هكا، تونس حتى كان فما ناس تفطر بالسرقه. انا نعيش البرا وليت نحشم صراحه، فرق بعيد بين توا ريت انا نعيش في ايطاليا نصوموا، فما جوامع نحترموا معناتها، بلدان الخارج يحترموا رمضان فهمت. معناتها العرب غاديك البرا نعيشوا معناتها تقولش علينا معناتها مسلمين، اما تجينا هنا كيما بلاد تونسيه ما نحشم انا. يعني تستعجب وتستغرب؟ لا نستغرب، ما كانتش توا 10 سنين واحنا تونس ما عادش. قلت لي تعيش في ايطاليا، في الايطاليين في شهر رمضان كيفاش يتعاملوا مع المسلمين؟ يعرفوهم صايمين؟ كيفاش يتصرفوا معاهم؟ يحترمونا بصراحه. انا عايشه تو قداش عندي 15 سنه، وقت يجي معناتها رمضان يتكلموا في التلفز، يحترمونا، الجوامع يحترمونا، نمشيو نصليو نصوموا، يحترموا ديننا، يحترموا حتى قدام المواطن. لا يحترمونا. انا نخدم معناتها في سبيطار، نخدم غاديكا في ايطاليا، يحترموني كوني صايمه، يحترموا، يعرفوا رمضان، يقولوا في التلفز، يعني يعلنوا عليه في التلفز اللي هنا في تونس كاينوا مش رمضان في تونس. سامحني في كلمه، انا مسلمه وتونسيه نحشم، انا بصراحه نحشم برشا. مع بنقارن ما بين المغرب وما بين الجزائر وما بين
دول الاخرين ياسر معناتها يحترموا رمضان. هنا التوانسه نحن بصراحه سامحني ما تتوقع انه ثم مقاهي مفتوحه في رمضان في اليوم في النهار في الجزائر والمغرب ليبيا موريتانيا؟ ما نتوقعش بصراحه، بالاخص المغرب والجزائر ما نتوقعش. موريتانيا ما نعرفش، اما الجزائر والمغرب لا. انا ريتهم المغاربه في ايطاليا بصراحه يصوموا رمضان ويصليوا، فهمتني، وكل واحد قال لك اعطي الفرض ونقم الارض، هذيك حاجه اخرى. اما هما ناس يحترموا رمضان ويحترموا كما الجزائريين كما المغرب بصراحه. انا عندي برشا اصحابي مغاربه يخدموا معايا يصليوا معناتها في وقتهم ويحترموا رمضان، يقوموا بواجباتهم الدينيه ومحترمين الروح. كان احنا التوانسه بصراحه الله غالب، الله غالب، ربي يهدي، بالاخص الشباب هذا اللي طلع تو ما عادش موجود هذيك حتى كان جيت بكري حاضر شويه كانت محلوله هذيك وماهمش ساترين معناها فهمتها. حط لك تعرف جرايد اما انت تبدا تغزل لهم من الداخل كل شيء. انا عينين تتعدى قهوه ريستورانيات في منزه، كنا في المنزه نحن كل شيء محلولين يعني الحياه عاديه في رمضان في النهار. هابطين كالجراج جاوهم بيه عبيد تصور في تيك توك وفي الانستغرام كيفاش هو فاطر وفرحان ويحكي فيها وما على باله. لا يزي معصي الربي، لا يزي فاطر، لا يزي يتباهى بالافطار، ولا يزي يزيد يهبط على التيك توك وينشر فيها. الانستغرام ما يجيش عيب عند ربي، عبيد مساكن نهار كامل تصوم باش اجر عند ربي نهار اخر ما يجيش هو يعمل هكا. هذا ايش نسموه؟ قله وعي، قله تربيه، او بعد على الدين. ثلاثة انا نشوف بعد على الدين. ايمانهم بربي ضيق. ايمانهم بربي ضيق. من المسؤول على هذا؟ الدولة قررت تعاقب اي واحد شدوا خطيه تسكر، مش خطيه لازم تسكرها، تسكر ترى ريستوران محلول في رمضان تسكروا، فمش علاش. إذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة تشجيعا لنا لنستمر في العطاء. الله يهدي الشباب ديالنا، الله يهدي الشباب العرب للطريق المستقيم. ورمضان كريم لجميع العرب وجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نفرض عليه حتى شيء. الحاجة الوحيدة اللي في القانون متاعنا اللي تبين اللي دولتنا مسلمة انه جوست ما تخليش انسان يفطر في الشارع جهرا يفطر في قهوة، والقهوة لازم تكون مغطية. مقنى معناها الحكاية. مقنى الحكاية، اما ما عندناش الحق، نحن صحيح مسلمين ما نحبوش الشيء هذا، ما عندناش الحق نفرض على انسان يحب يفطر انه ما يفطرش.